بعد تلقي مصالحنا لبلاغ من طرف مواطنين مفاده اختفاء فتاتين قاصرتين، على الفور قامت عناصر الشرطة للأمن الحضري الثالث تجلابين بأمن ولاية بومرداس بنشر الأبحاث، حيث تمكنت في ظرف وجيز من العثور عليهما بإحدى الولايات المجاورة ليتم تحويلهما للمصلحة، ليتبين فيما بعد أنهما كانتا محل إبعاد من قبل جماعة إجرامية مع سلب مبلغ مالي معتبر يقدر ب60 مليون سنتيم. بعدها تم مباشرة التحريات في القضية، والتي أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم البالغ عددهم 5 أشخاص تتراوح سنهم ما بين 30 و 36 سنة، ينحدرون من إحدى بلدية الولاية، مع ضبط وحجز بحوزتهم ما يلي: دراجة نارية تم شراؤها من المبالغ المسروقة، مبالغ مالية مسروقة، كمية من الأقراص المهلوسة، هواتف نقالة. بعد استكمال كافة الإجراءات التحقيق التي تمت تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، سيتم تقديمهم أمام النيابة.